السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناه ديال سئيلي. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه سهله وسريعه، وهي عباره عن لي بتي فور كامل تعرفوها ومحبوب الجماهير، ويعني كما نقولوا شبح الطبله. حنا نفوتوا المقادير بدون اطاله، نبداو على بركه الله. هنا كمقادير عندي بسم الله، عندي 250 غرام تاع المارغرين، 120 غرام تاع سكر كلاص، 7 مليلتر تاع الزيت لافاني، وعندي 2 حبات صفار بيض، وعندي 400 غرام تاع الفرينه. هنا نستعمل بيتخا، يعني اللي ما عندوش ماشي لازم يتقيد واش درت انايا. هنا سمحوا لي ما تشوفوش يدي، كانت بنتي كانت تلعب بالماركور. هنا نروحو نديرو قبل لا مارغرين ونضيفو كميه السكر. قلت لكم 120 غرام تاع سكر كلاص، ونضيفو تدريجيا يعني الزيت. نديرو غير بالعقل. نديرو ساشي تاع لافاني، وهنا راح نضيفو 2 صفار تاع حبات البيض عفوا، ونعاود نخلطو بالمليح. وهنا بعد ما خلط كامل المكونات دوك نضيف الفرينه على دفعتين او 3 دفعات، ولكن نكمل يعني بلا سباتول هكذا حتى وين يعني تتكون معنا عجينه لينه ورطبه في نفس الوقت. هنا راح ندير لابوشادو. هذا هو القمع اللي درت به. يعني في هذه الوصفه يعني ممنوع منعا باتا الخميره. لو كنديروا يعني الخميره يعني هذاك الشكل تاع وين كان القمع هذاك يعني يروح له الشكل تاعو. دونك من الاحسن تديروا تاني لابوشادو عباره يعني لو تيسو هكذا، وندير اون دو فوا ولا 3 فوا. يعني راه تنحي لكم كميه جد معتبره. وهنا درت يعني خديت البلاطو ودرت بابي كويسون، وهنا ندير يعني اشكال. ديروا يعني الشكل اللي يعجبكم. انا راح ندخلوا الفور يطيب مده 15 دقيقه ونعاود نولي لكم. هنا شوفوا بعد ما طابلي انا حمرته مليح، يعني هكذا نحب لي بتي فور يجوني محمرين. وهنا عندي كميه تاع شوكولا وعندي كميه تاع المعجون باش نلصق بهم. هنا شوفوا البنات يعني جاوا بزاف حمورين. دوك يعني نلصق وحده مع خوتها هكذا. ندير كميه تاع المعجون ونلصق، وندير نصف تاعهم يعني في الشوكولا. ولا حبيتو تخليوهم هكذا يعني تقدروا تخليوهم، ماشي لازم تتقيدوا واش درت انايا. يعني تجيك يعني تضيف على غفله، يعني تقدري ديريهم عادي. كما اخذ لكم الكميه نحات لي تقريبا 40 حبه، يعني ب 250 غرام تاع لا مارغرين، 120 غرام تاع سكر كلاص، 2 صفر بيض، والزيت والفرينه. راكي درتي يعني حلوه تشربيها قهوه انت وولادك. شوفوا البنات يعني دوكا انا نخلي هاد الكميه راح تنشف، لازم يعني تخليوها يعني تنشف مليح باش تقدروا يعني تقدموها. ان شاء الله هذا الفيديو نال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله. سلام. يا ريت منكم ديروا بارطاج هكذا يعني باش تطلع شويه قناتي. دوبنا في رعايه الله وحفظه. سلام.